السلام عليك يا سيدي ويا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا عبرة المؤمنين. صلى الله عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك وأنصارك وشيعتك ومحبيك وزوارك ومجاورك يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وسراج الظلمة وأبا الأئمة، وجهت سلامي إليك يا حسين، وجعل أفئدة من الناس تأوي إليك ما خاب من تمسك بكم. أمن والله من لجا والتجا إليكم، فيا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، قمرا قمرا رأت ينقض من كبد السماء يهوي بأحضان الحصانة مشرقا، تخفوه من أبهى النجوم ثلاثة يغدو الزمان لحسنهم متشوقا، فلتهني يا أم البنين عليك من نعم الكمال، عليك ربك أقدقا، البعل من جاء الكتاب بمدحه يا علي، ولديك حوض المصطفى يوم اللقاء، والشبل عباس اليقين ومن له يوم به للحشر يفخر بالسقام، فليغن والده الهزام بمولد الليث الهمام أبي الفضائل والتقى، جاءت به الحوراء تحمله وقد شغفت به وبه الفؤاد تعلقا
تحنو عليه وتنثني لأبيهما من كان كالأم الرؤوم وأشفق. حلو الشمائل حلو الشمائل مذراق وفيه من معنى البسالة والجمال مع النقاء. سماه عباسا وقال ملقبا قمرا فقل وأجمل رونقا بالفضل كناه أبوه لأنه من أمه وأبيه للفضل ارتقى. ثم انثنى للطفل يلثم كفه والدمع منه على الخدود ترقرقا. ماذا رأى قل لي بكف وليده نقصا به فالدم منه تدفقا. وإذا هذه الكف الصغيرة اللي يقبلها علي يلثمها ويشمها، يجي يوم يشيلها أمير المؤمنين بيده ويضع عليها كف الحسين ويضع عليها كف زينب، يقول وشال بيمين المرتضى يمين المصونة ورد التفت لحسين وتناول يمينه خلاهم بشف البطال حامي الضعينة قال له يا ابو فاضل بوصيك بهالاثنين عندك وذي احسن والحورة الوديعة وان كان بشغر عاشور طوت الشريعة لا ترتوي وحسين عطشان رضيعة وانا دخرتك تحمل البارق عن حسين. واذا ام البنين تضع كفها على كفهم ايش عندهم عباس؟ قال وام البنين الصيح والحسرة تجرها يا ابو الفضل يا مخجتين الروح ثمرها امكم ضعيفة لكن بحدا
فخرها لا تخيبون ظنون ابوكم يا شياهين. ويجي يوم تقف هذا الموقف ام البنين، بس مو ويا العباس ويا عيالها الأربعة، تقول لهم بيضوا وجهي عند فاطمة، ارفعوا رأسي عندها. قال أم البنين الصيح يا عباس يا حشاي يا قمر غاشيم تستمع مني وصايا يا ابني بترباتك سهرت الليل وياك كل علشان حسين هالتعب على الارباب اقسم عليك بذار لبن صدري غذاك لمن نزلت المشرع لا تشرب الماء لا تشرب قبل اخويا ابن الاماجد خلك درع لحسين يا درع الصنادي يلا والعالم نشرب يا ابن وجودك بإيد تذر الحرم بالسفار يا ابن تريد رواق عينك على زينب ترى بنت البتولة معصومة الصغرى فخركم العقيلة لا تضيع يا ابني من بعد ديك الحمولة هادي وديعة يا والوديعة تريد حمام ويله قالها توصيني وانا عندي وصية من يوم حيدر قربت من المنية ايد العقيلة شالغة وعطها بداية وقلتي كفلها يا روحي ومخجة تحشى أنا ما فارق الزينب ولا عضيضي تركته بفليغم بروحي وحق رب وانعبدته ولا يقول أحد عباس للو ضيع اخته طلبي من الله تسلم شمالي ويمناي ويلا يم البنين اشهى محبة البنت لطها توصينا اولادش عليها صغار وكبار لا تش نظرت يوم شافت غوم بلوعايات هذا بجنب حسين وهذا بجانب الماء كيف هي من بعدهما قال مثل العقيلة ما حذيت مرمر من الناس في ساعة واحدة فارقوا حسين وعباس
واحد بلا شفين والثاني بلا راس وراح السبيه وروحه في الغادريه بس ما عتبت على الحسين. لما تروح تتتبع كل الأبيات في كل بحورها وأوزانها ولكل الشعراء ما تشوف زينب عاتبت الحسين، عاتبت العباس. تقول العباس ما انت اللي جبتني ترى زينب اليوم محتاجة لك أكثر من أمس. إيه دير بالك عليه. عباس ما أنت اللي جبتني بيداك يا خويا ركبتني هسا رحيت عني وعفتني وبعدك بني ميا ولتني يلا وصيات زجر الورمتني لكن الأمر لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون. مسجد له أصالته التاريخية وله عراقته الشرفية، هو أول مساجد الإسلام في الترقيم، أول مساجد الإسلام في الترقيم، يعني أول مسجد من مساجد الإسلام رفع على وجه الأرض، رفع على وجه الأرض في زمن الإسلام، وإلا أول بيت بني على وجه الأرض أو رفعت أسسه وقواعده هي من؟ الكعبة المشرفة. ومن الثابت تاريخيا أن الكعبة مرت ب4 أدوار من البناء التأسيسي، فأول من بنى الكعبة هم الملائكة وطافوا حولها، ثم بناها آدم عليه السلام وطاف حولها، ثم بناها إبراهيم وأعانه على بنائها ابنه إسماعيل وطاف حولها، ثم بنتها قريش، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما يبعث بالنبوة ويكلف بها، لأن الذي وضع الحجر الأسعد في موضعه هو رسول الله صلى الله عليه وآله. انزين، احنا نتكلم عن أول مسجد من مساجد الإسلام، والذي ذكره الله تبارك وتعالى. صلوا على محمد وآل محمد. في مقطع من مقاطع كتابه بسم الله الرحمن الرحيم: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أي عمل يا إخوان إذا لم يكن أساسه التقوى؟ أي عمل، يعني كل الأعمال في أشكالها وألوانها وأحجامها إذا لم تؤسس على التقوى تنهار سريعا ولا تبقى، لأنه مسجد أسس على التقوى إذن كتب الله له الديمومة والبقاء. زين،
كيف بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن الذي رفع أسس وقواعد هذا المسجد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشهيد الصاد رحمه الله يقول في عنوان لأحد مؤلفاته القيمة، وكل مؤلفاته قيمة، يقول عليه الرحمة: أهل البيت عليهم السلام تعدد أدوار ووحدة هدف. صح؟ يعني هناك من اضطرته ظروفه السياسية والاجتماعية للتنازل عن السلطة الفعلية التنفيذية لعدوه وخصمه آنذاك. الظروف في قاهريتها، في عنفها. الظروف إذا أصبحت غير ملائمة، إذا أصبحت ليست في صالح الإنسان، زين. وهناك من اضطرته ظروفه السياسية والاجتماعية لمواجهة ماذا؟ لمواجهة طاغوت أرعن، لمواجهة طاغية آنذاك، زين. احنا عندنا من المسلمات العقائدية، من الثوابت العقائدية، أنه لو كان الحسن مكان الحسين لقام الحسن بما قام به الحسين، ولو كان الحسين مكان الحسن لقام الحسين بما قام به الحسن. الآن النبي صلى الله عليه وآله تضطر ظروفه بشقها السياسي والاجتماعي أن يغادر مسقط رأسه من الظروف في تبعيتها، في ألمها، في عسرها، أن الإنسان يضطرب ماذا؟ يطلع من وطنه، إما أن ينفى قسرا أو هو بنفسه يختار ماذا؟ أن يغادر وطنه. النبي صلى الله عليه وآله أمرته السماء أن يغادر وطنه، أن يهاجر من مكة، أن لا يبقى فيها. بقاؤك في مكة خطر عليك، نأمرك أن تغادر مكة، أن لا تبقى فيها. وطلع النبي صلى الله عليه وآله بعد ماذا؟ بعد حصار ذاقه هو ومن معه في شعب أبي طالب، حصار خانق، حصار ظالم، حصار مر، 3 سنوات عجاف على رسول الله ومن معه. الآن النبي على مشارف مكة ينظر إلى السماء. ترى الناس يعني حتى ما زاحمكم، تونا مغرب يا عمي، التفت لي شوية. قال ترى الناس ما يسوون لك شيء، الناس يعطونك حلول ثم يتراجعون عنها. الله يرحمه سيد جواد الوداعي العلامة المقدس عنده خوش كلمة، يقول اللي عند الله مو عند الناس. إذا أردت مددا، عزيمة، قوة، صلابة، توفيقا، رعاية لمشروعك، فعليك بماذا؟ بمدد السماء لا مدد الناس. لأن الناس شنو الحسين عليه السلام يصفهم في بعض خطبه ويقول والدين لاعق على ألسنة الناس يحوطونه ما درت معايشهم، وإذا محصوا بالبلاء قلدها. شوف بالأمس يصفقون لزعيمهم، لرئيسهم، لقائدهم، اليوم طلع أولى سبوه وشتموه. حينات ما ترضى عن شيء أبدا. فلذلك قالوا رضا الناس غاية لا تكن حبيسا لآراء الناس ورضا الناس، لأن رضا الناس شنو غاية لا تدرك. يعني هذا الذي ينتظر ماذا؟ رضا الناس عليه فقد حفر قبره بيديه. النبي الآن على مشارف مكة رافعا كفيه إلى السماء، عيناه ماطرتان دموعا، يغادر وطن عزيز. أنت تستغرب ممن يتكلم اليوم، تشوفهم ممن يتكلم عن الأصل في الوقت هو لا هو أصل ولا فرع. واضحة؟ تتكلم على أصل على إنسان يعني جذوره ضاربة في العمق،
كنخيل. عجيب غريب. قالوا هي ماذا؟ السياسة في شيطنتها. إزاي؟ اللهم إنك أخرجتني من أحب أرضك إلي فاختر لي أحب أرضك إليك. اختر لي وطنا أنطلق منه غير هذا الوطن. النبي وضعت له 3 خيار: اليمن، مصر عريق، أو يثرب، أو البحرين. البحرين أرض مباركة ولها يعني عمق تاريخي. هذا البحرين في حجمها السابق. اللي أكو رواية ما أدري مشايخنا شافوها ولا، مر زمن الإمام الصادق عليه السلام يقول: اللهم خرب البحرين وعمر اصفهان. عجيب. أتدعو على أهله؟ قال: إذا خربت ديارهم هاجروا. شنو اللي ودى لك التشيع في العالم كل هذا؟ روح انت شوف في أي مصر من الأمصار يعرفون بماذا؟ بوطنهم. شو يقولون؟ بحارنا. اصفهان كانت في عهدها السابق نواصب. فإذا عمرت ديارهم بقوا فيها. هذول إذا خربت ديارهم راحوا طلعوا ونشروا نشروا ماذا؟ أو نشروا مذهب أهل البيت عليه السلام. ترى حتى بالهند يسمونهم البحارنة، باكستان يسمونهم البحارنة. وهذول لما تفتش عنهم عزيز، إذا أراد الواحد يفتش عنهم يجدهم من ماذا؟ من البحر. حتى احنا ما كنا في أقرأنا بقطر في شهر رمضان يجون كثير من دولة مال عبادان، خرم شهر، القصبة، هاي كلهم اللي يجون ناكل نلتقيهم ويقرون يعني مداحهم. هذول كلهم إما من مقابة، إما من بني جمرة، إما من سماهيج، إما من عالي. يقول احنا أهلنا بالبحرين، شو وداهم هناك؟ هو الجور، الظلم، الظروف القاسية التي مروا بها. اختارت السماء لرسول الله يثرب، وقصد يثرب مع من؟ مع ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن لا تحزن إن الله معنا. وبعدين النبي صلى الله عليه وآله قبل أن يصل إلى يثرب في على كل حال في مسيرة ذهاب مباركة استغرقت 18 يوما، مر النبي في منزل مهم من المنازل الواقعة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، إذ قصد الأبواء. ليش الأبواء؟ لقبر في الأبواء. قبر من في الأبواء؟ قبر أمه آمنة بنت وهب. ترى النبي مو راح يقرأ فاتحة، لا، ولا يدعو لأمه، لا، بعد ما كانت أما لرسول الله، أما لمحمد. شنو؟ النبي ذهب إلى قبر أمه يستلهم منها ما يستلهمه لمشروعه القادم، كمن كب الحسين على قبر جده ليستلهم من قبر جده ما يستلهمه لمشروعه القادم. وبعدين وصل النبي إلى وين؟ إلى المدينة. أول مشروع أقامه النبي، أول خطوة من خطوات الإسلام في الوطن الجديد أن النبي أقام المسجد هذا في موضع من المدينة يقال له قباء. حتى بشوف المسجد يا إخوان، ترى ما طلعت لك كل المؤسسات إلا من المؤسسة الأصل، يعني المنبر هذا من المسجد، الفتوحات من المسجد، هذا الفكر اللي شوفه عند فقهاءنا بكل أنواعه وأشكاله من المسجد. المؤسسة الأولى والمهمة والأهم في كل مؤسسات الإسلام هي المسجد. فلذلك قالوا في الحديث الشريف الذي يروى عن رسول الله 7
يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. ومنها قال ورجل تعلق قلبه بالمساجد. بالمساجد يعني بشنو؟ ببيوت الله. وأقام النبي 24 ليلة ينتظر قدوم علي. علي وين؟ علي وين؟ علي بمكة. زين، شو يسوي علي بمكة عمي؟ هم قضية الفواطم، والفواطم مهمة من المهمات الصعبة، لكن المبيت على ماذا؟ على الفراش. لما يقولك فدائي علي، فدائي، وإلا هذول جابوا اليوم 40 سيف، 40 سيف من 40 قبيلة، يعني قل ماذا؟ 40 شيطان، 40 دموي، 40 مستأجر، 40 إرهابي عميل مرتزق، هذول اعبيلهم مني. يقول فتحنا الباب شفنا علي، يقول رحنا على رؤوس الجبال، رحنا على رؤوس الجبال خوفا وذعرا منهم. اكو ابيات انا دائما احب اجيبها مشايخنا والسيد وانتم لهم، قريبه الى قلبي. يقول ومواقف لك دون احمد جاوزت بمقامك التعريف والتحديدا، فعلى الفراش مبيت ليلك والعدا تهدي إليك بوارقا ورعودا، فرقدت مثلوج الفؤاد كأنما يهدي القراع لسمعك التغريدا، فكفيت ليلته وقمت مبادرا بالأمر لا فشلا ولا رعديدا، رصدوا الصباح ليطلبوا كنز الهدى وما دروا كنز الهدى مرصودا. هذه مهمة من ضمن المهمات الصعبة لعلي عليه السلام، والتي لا يقوى عليها غيره. وصل علي معه الفواطم، أدى ما على رسول الله، التقى به النبي وين؟ في المسجد هذا، وأقيمت الصلاة ماذا؟ جماعة بعد تامة بقدوم من؟ بقدوم محور الفرائض ومحور العبادات علي بن أبي طالب عليه السلام. اي نعم، حي على، أحسنت، هاي علي. ولا يكتمل محمد إلا بعلي، ولا يكتمل علي إلا بمحمد، وكلاهما يشكل ماذا؟ إسلام. يا إسلام، هل يقول بعلي، يقول في علي بن أبي طالب، يقول إسلامي وإسلام محمد شنو؟ يقول الإسلام عندنا هو التسليم، والتسليم هو اليقين، واليقين هو الإقرار، والإقرار هو الأداء، والأداء هو العمل. وخرج النبي ومعه علي والفواطم ومن معهما والجماهير قد اكتظت تنتظر قدومهما. ايش قالوا أهل المدينة؟ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. إن هذه انشودة استقبالية ترحيبية صحيحة أو غير صحيحة، بس في الثابت تاريخيا أن الجماهير خرجت لاستقبال ماذا؟ القائد الجديد، لاستقبال النبي ومن معه. وأصبحت المدينة شنو؟ عاصمة الإسلام ومهد حضاراته، وانطلق النبي من الإسلام حتى أصبحت وطنا لرسول الله ووطنا لأهل بيته. يعني هم أبناء مكة، أبناء مكة ويثرب، لأنه النبي يوم إجا إلى المدينة طاب هواؤها وماؤها حتى سميت طيبة، بعدين سموها المدينة المنورة الطيبة، اللي احنا عمي يعني بلغ من قداستها عند الله وعند أهل البيت وعند أتباع أهل البيت أن فيها 6 من المعصومين. هذه اللولة النبي، الزهراء،
الأئمة الأربعة المجتبى والسجاد والباقر والصادق. وفيها قبور الأولياء، فيها قبور لكن الشهداء، فيها يعني كثير من الأنفس الشريفة الطاهرة من دفنت أو وريت بالمدينة المنورة. اي نعم. ويأتي يوم، شوف يأتي يوم في قساوة الظروف، إذا النبي تضطره ظروفه أن يطلع من مكة المكرمة، أهل بيته تضطرهم ظروفهم يأتون إلى وين؟ إلى وطنهم. ماذا يقولون؟ مدينة جدنا لا تقبلي. فبالحسرات والأحزان جينا، خرجنا منك بالأهلين جمعا، رجعنا لا رجال ولا بنين. يا عم أول من وضع هيكلية الماتم الحسيني بهذا الشكل هو الإمام السجاد عليه السلام. ونحن نقرأ في زيارة الناحية المقدسة اللي نقرأها ليلة 11 محرم في بعض عبائرها شنو؟ فقام ناعيك عند قبر جدك النبي فنعاك إليه بالدمع الهطول. من هذا الناعي؟ ذاك الخطيب الجحجاح والشاعر الملهم الأديب منه بشر بن حذلان، اللي يقول للإمام السجاد ادخل المدينة وانعى إلى أهلها، انعى 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 لا تتحدث، انعى انعى لهم قتل أبي الحسين. ولأنه شاعر ولأنه خطيب ولأنه مكلف من إمام زمانه إجا دخل المدينة. وين راح؟ يقولون اختار 3 مواضع ينعى فيها الحسين. وين؟ قال على منبر رسول الله، بعد وعند قبر رسول الله، بعد وعند باب البقيع عندما صاح في الناس برفيع صوته يا أهل يثرب. خرج الناس له من البيوت والأسواق والمحافل ومن هنا وهناك واكتظوا حوله. نحن أهل يثرب يا بشر، ماذا تريد منا؟ قال يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، يلا قتل الحسين فادمعي. كيف قتل يا بيش؟ قال الجسم منه بكربلاء والرأس منه على القنايات. شنو اللي خلى الناس تبتعد عن بشر؟ ماذا حدث؟ ما الذي وقع؟ سمع الناس صوت امرأة قد أقبلت حاملة على ذراعها طفلا صغيرا، صاحت في الناس يا ناس بلاد افرجوا له، خلوه ينزل عن ذلوله باسايله وبسمع قوله يوم التقى ذوله
عباس 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 بيض وجهه يم البنين الأربعة الذبحة وضمايا ظلوا 3 أيام بالغبرة عرايا ليتش نظرت على النهار شايلين مفضوخ راسه قصع شماله واليمين يم البنين الأربعة ما حد دفنهم دمهم غسلهم والترب صاير جفنهم ومن الصبح زينب مشيت للشام فوق الغزل مريت وشافتهم مطاعي بشر بن عدل مدني نزل عن ظهر دابته وقف امامها قال للناس من هذه المحزونة قيل له ألا تعرفها هذه أم أبي الفاضل وإخوتها هذه أم البنين قال لها أعظم الله لك الأجر في عثمان صرخت ويلي في جعفر صرخت ويلي في عبد الله صرخت ويلي في العباس صاحت وحسين تمايلت عن يمينها وشمالها وقع الطفل من على دراعها يا أم البنين ما أخبرتك عن الحسين لعل الحسين رجع سالما وغانما ومعافى ومحبورا في عاجله وآجله قالت يا بيت إذا قتل العباس قتل الحسين صاحت أولادي وكل ما بالعالم يروح يا بشرب الله لا تقار إحسان مذبوح يا ليت بعد حسين يلا ما تبقى لنا روح ما اشوف بالدنيا عوض عند عن حسين يا ليت يا ليت يا ليت عندي من الولد 70 مولود بالمرجلة كلها مثل عباس وتزود تنذبح وابن المصطفى لدياره يعود سالم ولا تنضام زينب والخواتي
وها هي على فراش الموت. ها هي أم عباس على فراش موتها، لكن ما أحد من عيالها حولها، كل اللي حول سريرها نسوان وبنيات. يلا عندنا نواعي، وهذا ميقات الحج الله يحفظه وتعب عليه ويبغى نوحة عاد. التفتت أم البنين إلى زينب قائلة لها والصين واتم ذي يا زينب أنا أم عباس عندي علامات تبغى أعرف خيرتهن. ليش أنا أخوك حسين لا خنصر ولا راس، وامش علامتنا العصابة ولطمة العين. اكو ناس من يأتيهم علي، واكو ناس من تأتيهم فاطمة، واكو ناس من يأتيهم الحسين، وهذه تقديرا لشأنها وأمرها جاءتها الزهراء والحسين. صاحت الحورة والدمع بالخد سايل، أول تحية لزوم توصل لأبو فاضل، سألي كيف تخيل اختك ذون كافل متمرمرة مطفايا مذبوشة ونساوي. يم البنين 4 فصل لغي الحال، الزوم يدري الشمايا داس حسين بن عاص، والزوم يدري حسين راسه فوق عسان، والزوم يدري أعوجية رضة حسين. وحسين عاد هالبيت إلى السادة، عاد البيت إلى السادة. قالت يم البنين المعذرة آخر وصية، قولي لزينب دشت بمجلس دعية وماتت على ابوها من الحسرة رقية، وياش تنسي الوصية يم الابن. عرق جبينها سكن أنينها، أسبلت يديها ورجليها، نظرت في سقف الدار وعن يمينها وعن شمالها صاحت حسين 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 يا زينب. وويلا من عقب موتي يا حزينة جهزيني، وبتربة حسين الشفية حنطيني، وبراية العباس ولدي جفنيني، إن كان جبتيها من أرض الغادرية. نبغى صرخ عليها عاد، وتهيأت حق القضا ومدت الرجلين،
واسبلت ايديها الجليلة وغمضت العين ورتلت آيات الختام وحول البيت ورافضت الروح وراحت الجنة العليا. ماتت ام عباس واذا بصوت زينب وزينب تنادي راحت ام الاولاد خلت عليها القضايا بالاحزان وقع قوم بعجل خلنا نشيحها يا سجايات والله يصبرنا على غاد المصيبة. بيتين ونسألكم الدعاء. مشايخنا الأعزاء، إذا انتذبتم للصلاة على مؤمنة من المؤمنات غسلت وحنطت وكفنت وطلعوا عشا وجيت تصلي عليها، ألا تسأل وين زوجها حتى تستأذنه؟ يقول لك شيخنا هذه زوجها متوفي قبلها، تسأل وين ولدها الكبير. اجا السجاد وقف على جنازة امه يطالع يمين وشمال يقول له عمه محمد يا ولدي تحارسون حد؟ قال له لا يا عمي، لكن وين اعمامي وين ضنياتها حتى استأذن واحدا منهم؟ واذا بصوت زينب سجاد يا ابني صل عليها. يلا النوحة عاد. سجاد يا ابني صل عليها يا ابو الائمه انت وليها، لا ترتقب احد يجيها. اقرا كل العشيره مقتليها. سألني أحد أبنائنا قائلا لي أبويا شلون لقنوا أم عباس؟ ما أدري من وين جاب هالبيت لي. قال لقنوها هالشكل. عندما انحدر السجاد لتلقينها صاح بها يم البنين الأربعة يلا رفعوا الجراس ما قصروا يشهد الباري وتشهد الناس، ما حد وفى الحسين مثل البطل عباس سوى الغوايل في طفوف الغادرية. كانت بنون ليودعى بهم واليوم أصبحت ولا من بني
الحجي الله يطول عمره باقي لطمية شوية بس عاد 5 دقائق. الزهراء أم البنين في روضة الزهراء. يلا اعذريني يا بتولة كان تلقي العذر من بعد عباس زينب قد ناقتها زجر. والله كنت اتمنى قلبك على اولادك يستري جره ما تزيد جروحك وصدرك من العصرة جاري جره. لكن ايش بيدي اسيرة بنتك وولدك ذبيح ما هو بيدي ينذبح ولدك وبنتك تنأسر ما هو بيدي ينذبح ولدك وبنتك تنأسر. وجع 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 ما جات التربة الشريفة بالبواكي والوانين صاحت الزغرة بألم اشغل خبر يم البنين. يلا ما جات التربة الشريفة بالبواكي والوانين صاحت الزغرة بألم اشغل خبر يم البنين. والله نسيتني مسماري وتسقيط الجنين حتى لطمة عيني غانت ويا ضلع المنكسر حتى لطمة عيني غانت ويا ضلع المنكسر. صاحت يعني قولي يا ام عباس والصاير باولادي بعد ترى ما حد على قلب الام اعز من الولد انشديش بالذي خبريني ترى قلبي انمرد من ذكرت حسين وزينب قلبي شطرين شطر. يلا من ذكرت حسين وزينب قلبي شطرين شطر. صاحت ام عباس يا ام حسين مأجورة ترى حسين ظل عطشان والصارم يقطع منحره عقب ما عاين اولاده مجزره فوق الثرايا واخوته جملة صار قبال عينه تحتفر واخوته جملة صار قبال عينه تعتفر. وجع منه والعقيلة عقب ما كاف الغصابوك بعمد شافت ابن مغب شناعة منا يرض الجسد. يلا احتارت بايتام مدوشة وعليل بلا جلد للمجالس يسروها من عقب ذاك الخدر للمجالس يسروها من عقب ذاك الخدر. يا علي شوي صعب عاد سمع بارض الشام يا ام حسين بحسين الجرار خرزانة ثغرتها الشمس تنظر بنت بس ما لاحظت اسنان الروح مكسرة حطت الراس بحجرها فاضت الروح بقهر. بيت الدعاء صاحت ام حسين يا ام عباس ذابت مهجتي
كنا ما لي نصيب ارتاحت تربتي ما كفى العدوان ضربي وغصب حقي وحسرتي حتى أولادي عليهم صوبوا سهم الغدر حتى أولادي عليهم صوبوا سهم الغدر احنا غير إحسان والذنوب جفتها ثقيلة يا الله احنا غير إحسان الدعاء لشفاء المرضى لكشف كرب المكروبين للأسرى المبعدين للمؤمنين والمؤمنات في قضاء حوائجهم إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد أما يجيبون الضر ويكشف السوء أما يجيبون الضر إذا دعاه ويكشف السوء أما إلهي بغربتي وعطشي ووحدتي امن يا رب على جميع المرضى من المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة والعافية لا سيما من خصصناهم ودعونا لهم بهذا الدعاء فك أسرانا رد غربانا غير سوء حالنا بحسن حالك يا كريم. احفظ اللهم المسببين والباذلين والقائمين على هذا الأمر العظيم ومن حضر مجلسنا هذا والمؤمنين والمؤمنات في أنفسهم ومن تغوطه عنايتهم وبارك لهم في أعمارهم وذراريهم ومتعلقيهم. ارفعوا الأكف ولا جعله الله آخر العهد منا يا كريم إلى أرواح موتى الباذلين وموتى الحاضرين وموتى المؤمنين والمؤمنات والشهداء الأبرار وخدمة المولى ومن لم يذكرهم ذاكرا ويترحم عليهم مترحم. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة والصلوات.